من أغلى السلع اللي ممكن أي دولة تصرف عليها هي سلعة الأمن. عارف انت الأمن والأمان اللي خلوك تقعد تتريق عليه ده؟ تخيل، دي أغلى سلعة ممكن دولة تنفق عليها. فهتلاقي دول زي الدولة المصرية بتنفق على الأمن بتسليح جيشها، بتدريبه، بتنويع الأسلحة بتاعتها، بإن قواتها تبقى دايما مستعدة لتأمين أي خطر يهدد البلد وشعبها أو يعتدي على مقدراتها أو ثرواتها. فتكلفة الأمن تكلفة عالية. في غيرك ما عندوش الرفاهية اللي عندك، ما عندوش الجيش القوي اللي يسند ظهره عليه كده ويحط في بطنه بطيخة صيفي وهو مطمن ان الجيش بتاعه هيدافع عنه. فبيضطروا يشتروا الامن ده من دول ليها القوة انها تحميهم. فبدل العركة وتبادل السباب وكله ماسك في شواشي كله وكله عمال يتخانق مع كله، الافضل انك تقدر النعمة اللي عندك ومش عند غيرك ومضطر يدفع فيها تريليونات عشان يحصل عليها. انت عندك النعمة دي فتحمد ربنا عليها بقى وتبوس ايدك وش وظهر وتصلي ركعتين شكر. فانت يا عزيزي المواطن ما ينفعش تمشي تقارن نفسك بغيرك، اللي عندك مش عند غيرك، وتقدر النعمة اللي عندك وتقولها كده بصوت عالي وبفم مليان: تحيا مصر والجيش المصري رجال. وتسلم دماغ اللي سلح جيشنا وقواه وخلانا متأمنين وقاعدين دلوقتي مستغربين هي الناس بتشتري أمنها ليه. أيوة كده، فكك من الخناقات كده، فكك من الخناقات واعرف مقامك ومقام دولتك. تحيا مصر.